ده فيلم قديم يا بابا، ده كان ابيض واسود. بس انا زعلت لما شفتك في الفيلم. ليه روحي؟ عشان خليت الراجل يعكسك وهو مش جوزك. اصل دي يا حبيبي بتبقى حاجات كده علشان السينما وبس، يعني كده وكده. يا ابني اسمها خدع سينمائيه. بس نفسي اعرف ازاي المعاكسات اللي بالشكل ده وتبقى خدعه ازاي؟ وبعدين بقى يا عبد العزيز جرى ايه؟ معلش يا عبد العزيز، لما تخلص اكلك واحنا بنشرب الشاي دلوقتي هبقى اشرح لك الخدعه دي بتتعمل ازاي. ما بحبش اشرب شاي بعد الاكل، بحب اخش على السرير وامدد. عمرو زي الورد يا خماطي. مش ده ممدوح؟ هو عجز قبل الاوان، اتجوز ومن يوم ما اتجوز وهو شايل الهم. مين يصدق ان ده كان هيبقى جوزك؟ مين عارف كان هيحصل ايه؟ اكيد كان هيبقى حاله غير كده. واكيد انا كمان كان حالي هيبقى غير كده. احمدي ربنا، ده انت دلوقتي باشاره واحده من صباعك بتختاري الراجل اللي يعجبك. خدي يا نوال، خدي ال2000 جنيه دول، يمكن الولاد يعوزوا حاجه او البيت او انتي. لا خليهم يا سلوى، اصل عبد العزيز. ماله عبد العزيز؟ بلاش هو، وما تقوليلوش خالص انك خدتي مني فلوس. ثم تعالي هنا، هو فاكر ايه؟ ان دي فلوس حرام؟ والله يا نوال، والله انا بشقى بيها اكتر من الفوعليه. ربنا يسترها معاكي يا اختي. إلى الشاب المحترم حسني الجندي، يا عيني، مع خالص تحياتي وحبي، سلوى نصار. غيره مساء نور يا مدام. اسماعيل عبد الحافظ. لسه بتردي على الجوابات؟ اصله متكوم قد كده. اسماعيل اعترف عم عبده. كنت عايزاكي تقري السيناريو، لازم نحضر نفسنا، خلاص هنصور قريب. ما انا هأسهر عليه الليله دي. طيب هتسأل عليا؟ لا، ما انا بشيل الفيشه بقى عشان ما حدش يزعجني وانا بكتب الجوابات. من حق يا مدام. الراجل المنتج بعت الصندوق ده. انا عارفه لو كان بعت بس شويه رز ولا شويه عدس مش كان احسن؟ بطلي الغلبه بتاعتك. شوفي لنا فيلم حلو نتفرج عليه بدل الملل ده. الى خخ على رايك. ينفع هندي؟ يا ريت. الى خخ. عينتم الارض؟ طبعا يا دكتور. خد نفس جامد. أني؟ لا مش انت، المريض. وايه رايكم فيها؟ في الحقيقة الأرض يا دكتور محتاجة المصاريف كتير قوي 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 قوي. وبعدين الأرض برضه بعيدة عن العمار، بعيدة قوي قوي قوي. وبعدين كمان ايوه الأملاح بتاعت التربة فيها أملاح زيادة قوي قوي قوي. اديني ظهرك. أني؟ لا مش انت، المريض. احنا يا دكتور مستعدين ندفع ثمن الارض بس. طيب وثمن المنشآت اللي عليها؟ يا راجل ده ربنا سبحانه وتعالى مسهلها عليك، بتكسب في الليله قد كده بقد كده. ايه يعني؟ ايه، خلي ايدك فرطه شويه يعني. اعتبرها هديه. هديه ايه يا ابني؟ ده المنشآت دي مكلفاني اكتر من ثمن الارض. منشآت بس ايه يا دكتور اللي بتتكلم عنها دي؟ يظهر ان حضرتك يعني ما زرتش العزبه بقالك كتير. المنشآت اللي انت بتتكلم عنها دي بقت خرابات. شوف خرابات، الفيران بتجري فيه. والسحالي، انت شفت سحالي؟ انا شفتها. والسحالي، الفيران والسحالي بتجري فيه. يعني لو كان لنا نصيب وخدنا الارض دي، اول حاجه هنعملها ايه؟ هنزيل المنشآت. البس هدومك. انا زي ما قلت لك قبل كده، لا عايز اكسب ولا عايز اخسر. الدواء ده بعد ما هتاخده هتبقى كويس جدا ان شاء الله. أني؟ لا مش انت، المريض. على الله يا دكتور. واشوفك بعد اسبوع. أني؟ لا مش انت. يبقى أني. ولا انت، المريض.
بس ايه حكايه الارض اللي انتوا بتتكلموا عنها دي؟ اذا كانت للبيع انا جاهز. جاهز ايه؟ تشتري ايه وجاهز ايه؟ ده انت في اخر عمرك يا راجل، انت اهتم بصحتك احسن لك يا اخي. اجري اجري اصرف الروشته دي قبل الاجراءات ما تقفل. عنده ايه ده يا دكتور؟ ده انت مرضك خطير. اجري يا راجل، روح روح امشي. سلام. ده انت كشف، ده انت دافع اجر كشف عادي مش مستعجل حتى. ده كشف عادي يدفع ايه ويشتري ايه دي؟ طبعا دي خطرفه مرض، ولا هيشتري حاجه ولا هيهدف حاجه. 20,000 جنيه. بتوع ايه ال 20,000 جنيه دول يا دكتور؟ دول تمن المنشآت زيادة على تمن الأرض. طيب ايه رأي حضرتك بقى نقسم البلد نصين؟ يا ابني ما أنا قسمتها قبل كده. المنشآت دي مكلفاني 40,000 جنيه، حسبتها لك ب20 بس. لاحظ إن في مرضى مستنيين بره. بس يا أحمد استنى يا أخي. لا كتير كتير، لا كتير قوي كتير قوي يا دكتور. وبعدين لاحظ كمان حضرتك إنني هدفع ثمن الأرض فوري كاش، يعني بواكي فوق بواكي. يا ابني أنا كلامي نهائي. خلاص يبقى في الحالة دي ال 20,000 جنيه دول يبقوا بالتقسيط. أنا هدفع ثمن الأرض فوري، وال 20,000 جنيه دول كل سنة ندفع إيه؟ 5,000 جنيه كل سنة. إيه يا راجل؟ قول مبروك، الله يبارك لك، قول مبروك يا أخي. مبروك يا أستاذ. أهو واحد غريب قال مبروك، قول أنت كمان مبروك. إيه؟ خلاص مبروك مبروك على بركة الله. الفتحة. وبعدين يا عنايات مش معقول كده، هما اللي جوه هيخرجوا امتى؟ مبروك يا ام معاطف. الله يبارك فيك يا احمد. مبروك يا اخويا. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا احمد. وإن شاء الله بكرة نروح للمحامي علشان نحرر العقود. على بركة الله. مبروك عليكم الأرض. الله يبارك في سعادتك، الله يخليك. بقول لك ايه يا دكتور، بالمرة كده يعني تكشف علينا احنا الاثنين. اطلع يا احمد، اطلع ادفع الفوزيتا دي، بس امشي بالراحه كده بالراحه. ما انت عارف رجليا منملي التاني. ايوه اطلع بس ادفع الفوزيتا، مفيش داعي يا اخ احمد، تعالى. المره دي الكشف مجانا. حضرتك في الشك من حاجه؟ لا ابدا والحمد لله مفيش اي حاجه، الحمد لله كله تمام التمام. بس زي يعني ما تقول حضرتك كده زياده في التاكيد. طب لو سمحت اكشف صدرك. قوي. اتفضل. خد نفس جامد. هو في حاجة بخصوص الأرض أحب أقول لك عليها. اتفضل يا دكتور. أنت عارف إن الأرض في منطقة صحراوية، هناك في جماعة بدو معتقدين إن الأرض دي بتاعتهم ودايما يعملوا مناوشات. وحضرتك سامع إيه دلوقتي يا دكتور؟ دقات قلبك اختلفت خالص. دكتور هو احنا هنزرع ولا هنحارب؟ تزرع وتحارب يا ابني، هي الدنيا كده. طب وحضرتك ما حاربتش ليه؟ يا ابني أنا كنت متورط في مشروع الأرض دي، لكن بحارب هنا، بحارب المرض. ايوه حضرتك حارب المرض وسيبنا احنا نتشاور ونتباحث، نتكلم مع بعض يعني. اتفضلوا، منتظركم بعد انتهاء العيادة. مالك تنحت كده؟ الأرض طلعت مش سليمة يا أحمد. جراح يا أبو المعاطي يا خمراتي، هو أنت عايزها بيضة مقشرة ولا إيه؟ ده حتى الورد له شوك ومفيش حلاوة من غير نار. وهو يعني ال 15 سنة بتوع الغربة دول ما كانوش نار؟ دول كانوا نار ورا نار جهنم. عشان كده بقى الدكتور كان متساهل معانا على الآخر. لا بس برضه الأرض لقطة. أيوة أنا عارف إنها لقطة. دي أرض حلوة، أرض جاهزة، مع أول ضربة فاس هتطلع خير. بقول لك إيه يا أحمد، صاحب الأرض عمره ما يغلب أبدا، وإحنا الحق معانا، والبلد فيها قانون. إيش فاهمك بالقانون؟ أنت عشان تاخد حقك بالقانون لازمك سنين طويلة، وبعدين إحنا مش قد المحاكم وأتعاب المحاميين. بالك أنت المحامين بيحاسبوا زباينهم إزاي دلوقتي؟ الكلمة بجنيه، وساعات ب5 وساعات بالدولار. خلاص بلاش القانون. قصدك الحرب؟ مفيش قدامنا غيرها. يا عم أنا بحارب الجهل،
الله 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 الله، انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ ده انت لسه قايل انها لقطه. ايوه هي لقطه، بس انا مش قد الحرب، انا زي ما قلت لك انا بقى بحارب الجهل. الدكتور بيحارب المرض وانت بتحارب الجهل، يبقى انا بقى لازم احارب الحراميه واللصوص عشان ما يبقاش في حد احسن من حد. ما هو لازم تكون ليا حاجه احاربها، مش كده ولا